السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا جماعة كده إن شاء الله كده في حل أسئلة كتاب الامتحان. الدرس الأول كان بيتكلم عن القياس الفيزيائي. أول سؤال بيقول من الكميات الفيزيائية الأساسية. طبعا كنا احنا خدنا قبل كده إن الكميات الفيزيائية الأساسية كنا بنقول إنها كميات معرفة بذاتها ولا تعرف بدلالة أي كميات فيزيائية أخرى، زي الطول والكتلة والزمن، وبعدين زودنا عليهم شدة التيار، شدة الإضاءة، كمية المادة، درجة الحرارة، وبعدين بالإضافة إلى كميتين فيزيائيتين إضافيتين، الزاوية المسطحة والزاوية المجسرة. فالطول صح، المساحة غلط، السرعة غلط، العجلة غلط، الكتلة صح، الحجم غلط. يبقى الزمن والكتلة عشان دول من الكميات الفيزيائية الأساسية. من الكميات الفيزيائية المشتقة: سرعة مشتقة، مسافة لا، كتلة أساسية لا، شغل قوة طول لا. يبقى الإجابة الصح د: قوة وحجم وكثافة. يتفق النظام الفرنسي والنظام البريطاني والنظام المتري في أن جميعهم يقيس الزمن بالثانية. هم اتفقوا الثلاثة على أن الزمن بالثانية. سؤال رقم 4: في الشكل المقابل تتحرك عملة معدنية بحيث تكمل دورتين كاملتين بمحاذاة مسطرة مدرجة بمقياس معين، فإن محيط العملة. المحيط هو طول العملة المعدنية، طول ده المحيط، هي أكمال الدورتين. يبقى من أول هنا لغاية هنا دول مسافة دورتين، فأنا هشوف المسافة دي قد إيه وأقسمها على الاتنين عشان دول دورتين. من اول هنا طبعا المفروض هنا 5، يبقى هنا كده 2.5. صغر الخط. هنا كده 2.5، وهنا 17.5. يبقى الدورتين ده محيط الدورتين 17.5 ناقص 2.5 تبقى 15 سنتيمتر. يبقى محيط الدورة الواحدة 15 على الاتنين تبقى كام؟ 7.5 سنتيمتر. تبقى الإجابة ب. السؤال رقم 5: الأداة الأكثر دقة لقياس زمن سقوط جسم من أعلى مبنى. طبعا ساعة الإيقاف، طبعا الساعة الرملية لأ، ساعة البندول برضو لأ، ستوب ووتش دي صح، الساعة الرقمية برضو لأ. ماشي. الأداة المناسبة لقياس كتلة خاتم ذهبي. طبعا الميزان الحساس اللي هو الاختيار د. الروماني لأ، ذو الكفتين لأ، ذو الكفة الواحدة برضو لأ. السؤال رقم 7: 3 اسطوانات معدنية مختلفة القطر الخارجي استخدمت قدمة ذات ورانية لقياس أقطار تلك الاسطوانة كما بالأشكال الآتية. فأي من هذه الأشكال يكون قطر الاسطوانة 2.96 من 100 سنتيمتر. نشوف كل شكل. طبعا احنا كنا بنشوف كام ملي متر يسبق صفر الورانية. الصفر ده طبعا في هنا التلاتة دي معناها قبلها 30 ملي متر، يبقى الصفر قبلها بشرطة واحدة يبقى 29 علامة. نشوف الخط رقم كام من التدريج المنزلق منطبق مع التدريج الثابت. طبعا باين هنا في السؤال الخط رقم 6، يبقى 29.6 ملي متر. يبقى لو عايز اخليها بالسنتيمتر تبقى 2.96 من 100 سنتيمتر. يبقى دي كده صح. شكل 2 برضه 29، وبعدين نشوف الخط رقم كام. انا شايف ان الخط رقم 7 يضرب في الفرق بين التدريجين اللي هو 1/10، يبقى 7/10 ملي متر، يبقى 2.97 سنتيمتر. دي غلط. بعدين الشكل 3
برضو 29 والخط رقم 8 ملي متر، يبقى 298 من 100 سنتيمتر. يبقى الشكل اللي يكون فيه قطر الاسطوانة 296 من 100 هو شكل ايه؟ ألف. ماشي. بعدين تاني حاجة، النظام الدولي لوحدات القياس. في الشكل المقابل الزاوية سيتا المحصورة بين الضلعين، طبعا دي زاوية مستوية اللي هي المسطحة، تقاس بالراديان. راديان. 9. في أي الاختيارات الآتية تزداد قيم الطول تدريجيا من البداية للنهاية؟ تزداد. طيب سنتيمتر أكبر من النانو، يبقى كده تقل، يبقى غلط. مايكرومتر، مليمتر، صح. الميكرومتر المليمتر أكبر، إنما النانومتر غلط. نانومتر صغير، مايكرومتر أكبر، مليمتر أكبر، سنتيمتر أكبر، يبقى جيم صح. الفيمتو ثانية. الفيمتو 10 أس سالب 15 ثانية على مايكرو 10 أس سالب 6. عند قسمة الأساسات المتشابهة تطرح الأسس، يبقى 10 أس سالب 15 على 10 أس سالب 6 تبقى 10 أس سالب 9 مايكرو ثانية. تبقى الإجابة باء. السؤال رقم 11. إذا كان نصف قطر ذرة الهيدروجين، يبقى ده R، فإنه يكافئ طبعا 53 من 1000 نانو، يبقى في 10 أس سالب 9 يساوي. والله هو عايز إن أنا أحرك العلامة. لو أنا حركت العلامة العشرية جبتها هنا، حركتها رقم 1، يبقى 5 صفر علامة 5 3 في، أنا حركتها على رقم 1 يبقى في 10 أس سالب 1 وكمان سالب 9 تبقى سالب 10. وده اللي بيقول فيه الاختيار ألف. لو حركتها رقمين يبقى 5 و3 من 10 تبقى في 10 أس سالب 2 وكمان سالب 9 تبقى 10 أس سالب 11، يبقى بقى صح. 53 تبقى ج صح، تبقى الاختيار د. أي القيم التالية تساوي 86.2 ملي متر؟ يبقى 86.2 في 10 أس سالب 3، كده بقت بالمتر. مفيش ولا اختيار بالمتر. أول اختيار يبقى دي كده بالمتر. أول اختيار بالمايكرو، يبقى أنا هقسم الرقم ده اللي هو 86.2 في 10 أس سالب 3. أول اختيار عايزها بالمايكرو، فأنا هقسم على 10 أس سالب 6. طلعت معايا 8.62 في 10 أس 4. هل ده زي ده؟ لا، غلط. طيب تاني اختيار عايزها بالكيلو، يبقى أنا هقسم على 10 أس 3. طلعت 8.62 في 10 أس سالب 5. هو عاملها 10 أس سالب 4، برضه غلط. تالت اختيار عايزها جيجا، فأنا هقسم على 10 أس 9 تبقى 8.62 في 10 أس سالب 11. غلط. طيب عايزها بالسنتي، يبقى 10 أس سالب 2. طلعت 8.62 من 100، تبقى الإجابة د. سؤال 13. إذا كان حجم كمية من الماء يساوي 5 متر مكعب، طبعا 1 متر مكعب يساوي 10 أس 3 لتر، يبقى 5 متر مكعب يساوي 5000 لتر. الإجابة د.
السؤال رقم 14 في الشكل المقابل ريشة موضوعة بمحاذاة مسطرة مرسومة بمقياس رسم معين، فإن طول الريشة من أول هنا لغاية هنا، طبعا التدريج ده بالملي، يعني من 10 ملي لغاية 29 ملي متر، ولا دي 29؟ يبقى كام؟ يبقى 29 ناقص 10 19 ملي متر. ماشي، في 19 ملي متر بالمليمتر دي غلط، ودي بالمليمتر دي غلط، هي 19. عايزها بالنانو، يبقى 19 مليمتر تساوي كام نانو متر؟ يبقى نقول ايه؟ ال 19 في 10 أس سالب 3 على 10 أس سالب 9، بعدين سالب 9 تطلع فوق، تبقى 9 ناقص 3 ب6، تبقى 19 في 10 أس 6، تبقى الإجابة ألف. السؤال رقم 15 إذا كان إكس تساوي 10 جرام واي تساوي 10 كيلو جرام، ما ينفعش أقول إنها 20. عند جمع كميتين فيزيائيتين من نفس النوع مختلفتين في وحدة القياس لابد من تحويل إحداهما إلى الأخرى. يبقى لا إما هخليهم الاتنين بالجرام أو هخليهم الاتنين بالكيلو جرام. وليكن مثلا إكس ب10 جرام، عايز أحول من جرام إلى كيلو جرام، كنا بنضرب في 10 أس سالب 3. يبقى ال10 جرام لما أضربها في 10 أس سالب 3 تطلع معايا 1/100 كيلو جرام. يبقى دي أصبحت بالكيلو جرام ودي أصبحت بالكيلو جرام، يبقى إكس زائد واي 10 زائد 1/100 10 1/100 كيلو جرام، تبقى الإجابة جيم. يحتوي الهرم المبين في الشكل على كام حجر؟ 2 مليون حجر، يعني 2 في 10 أس 6، 2 في 10 أس 6 حجر. فإذا علمت أن متوسط كتلة الحجر الواحد 2.5 طن، يبقى الكتلة تساوي 2.5 طن، الطن فيه 1000 كيلو جرام. دي كتلة الحجر الواحد. فإن كتلة الهرم، طب هو فيه كام حجر؟ 2 مليون حجر، يبقى كتلة الهرم كله يساوي 2.5 في 10 أس 3، وهم 2 مليون حجر في 2 في 10 أس 6، تساوي 2 في 2.5 ب5، و6 و3 9، 10 في 10 أس 9 في 10 أس 9 كيلو جرام. 5 في 10 أس 9 كيلو جرام، تبقى الإجابة ألف. الشكل يوضح أحد أكبر أحجار الألماس في العالم، ويدعى نجمة أفريقيا الأولى، وهو محفوظ في برج لندن. فإذا علمت أن حجم هذا الحجر 30.2 سنتيمتر مكعب، فإن حجمه بوحدة ملي متر مكعب. يبقى هو عايز يقول 30 سنتيمتر، 30.2 سنتيمتر مكعب تساوي كام ملي متر مكعب؟ يبقى هنقول يا جماعة 30.2 في 10 أس سالب 2 أس 3 تبقى أس سالب 6 على ملي 10 أس سالب 3 أس 3 تبقى أس سالب 9. والله بالآلة أو بمخنا 30.2 في 10 أس 3 شغال، تبقى 3 و2 في 10 أس 4.
هل في 3.2 في 10 أس 4؟ لا. هو عايز نحرك العلامة العشرية كمان رقم. كل الاختيارات كاتب فيها 30. يبقى لو 30 لو حركت العلامة العشرية يمينا يرفع الأساس 10 لأس سالب. يبقى هننقص من العشرة أس 4 دي واحد، تبقى 10 أس 3. 30.2 في 10 أس 3 تبقى الإجابة ألف. ماشي. السؤال رقم 18. كم عبوة ذات حجم 10,000 سنتيمتر مكعب تكفي لملء خزان سعته 1 متر مكعب؟ 1 متر مكعب يساوي كام عبوة سعة كل منها 10,000 سنتيمتر مكعب؟ فأنا هقول الواحد على دول كام عبوة؟ 10,000 عبوة. حرف السي سنتي 10 أس سالب 2 أس 3 تبقى 10 أس سالب 6. القصة دي كلها لما أعملها بالآلة يا إخوانا، نعملها بالآلة. واحد على 10,000 في 10 أس سالب 6 تطلع معايا 100. طلعت 100. 100 عبوة. يبقى أنا لو معايا 100 عبوة سعة كل منها كده تملى لي خزان سعته قد إيه؟ 1 متر مكعب. تبقى الرقم 18 إجابتها د. ماشي. السؤال رقم 19. كرة نصف قطرها دي بالسنتيمتر فتكون مساحة سطحها. عايز الايه؟ هو بيقول ان الايه تساوي 4 باي ار تربيع. يبقى هنقول 4 في، كلنا عارفين الباي ب 22 على 7 في الار، ما ننساش انها تربيع 1 و7 بس دي بالسنتي، هو عايزها بالمتر. يبقى في 10 أس سالب 2. يبقى بالآلة بقى، شغل آلة. 4 في 22 على 7 في، نفتح قوس 1 و7 في 10 أس سالب 2، نقفل القوس تربيع. طلعت 3 علامة 6 3 في 10 أس سالب 3. تبقى الاختيار جيم. السؤال رقم 20. إذا كانت سرعة سريان الماء يبقى ال V تساوي 1.44 كيلو متر ساعة أس سالب 1. دي معناها كيلو متر على الساعة. كام متر على الثانية؟ يبقى 1.44. والله احنا حافظينها 5/18. لو مش حافظها، كيلو متر المتر 10 أس 3، ساعة الثانية 60 في 60، واختصارها كام؟ 5/18. أي حاجة بالآلة تطلع معايا 4/10. 4/10 تبقى الإجابة ألف. صيغة الأبعاد هي صيغة تعبر عن الكميات الفيزيائية المشتقة بدلالة أبعاد الكميات الفيزيائية الأساسية اللي هي الطول والكتلة والإيه؟ والزمن. يلا أول سؤال. إذا كانت وحدة قياس أحد الكميات هي، لما تبقى وحدة القياس كيلوجرام متر سالب 1 ثانية سالب 1، لأن اللي في المقام بيطلع فوق في البسط، تبقى صيغة الأبعاد ام دوت ال سالب 1 تي أس سالب 1. تبقى الإجابة ب. إذا علمت أن صيغة أبعاد الكثافة هي، طيب، كذا ووحدة قياسها كذا، طب احنا نعمل تطابق. صيغة الأبعاد ام ال سالب 3، يبقى وحدة القياس صيغة الأبعاد ينفع أكتبها ام على ال أس 3 هي، وهو كاتب إن وحدة القياس كيلو جرام أس إكس على متر أس واي. يبقى بالتطابق هستنتج إن الإكس بواحد، وهستنتج إن الواي ب3. يبقى إكس بواحد وواي بكام؟ 3. إكس بواحد وواي
ب3. تبقى الإجابة ج. رقم 22 إجابتها ج. السؤال رقم 23. الجدول المقابل يوضح وحدات القياس لبعض الكميات. فإذا كانت صيغة أبعاد كمية فيزيائية هي ام أس إكس ال أس إكس تي أس سالب 2 إكس، حيث إكس رقم صحيح. طيب والله إحنا لو جربنا كده إن الإكس دي بواحد تبقى ام ال تي أس سالب 2، ودي اللي وحدة قياسها كيلو جرام متر ثانية أس سالب 2 اللي هي القوة. يبقى الإجابة ألف من غير ما نكمل الباقي. السؤال رقم 24. إذا كانت صيغة أبعاد الكمية A هي كذا، والله لو كانت أبعاد B زيها هنقول إن صيغة أبعاد الكمية الناتجة ليها نفس صيغة الأبعاد بتاعت أحدهم لأن هم شبه بعض. إنما لو كانوا مختلفين فهقول ليس لها معنى. دي ام ال تربيع تي اس سالب 2 ودي برضو زيها، يبقى لها صيغه ابعاد ام ال تربيع تي اس سالب 2. اذا كانت صيغه ابعاد الكميتين اكس وواي هي صيغه ابعاد الكميه زد هي، فان صيغه ابعاد كي التي تحقق المعادله. طيب المعادله بتقول ان اكس، نكتبها هنا، اكس تساوي واي زائد زد كي. ابعاد اكس ال تي اس سالب 1، ولازم ابعاد واي ال تي اس سالب 1، يبقى لازم زد كي ابعادهم ال تي اس سالب 1. طب هو مديني ابعاد الكميه زد ال تي اس سالب 2، كل ده في مين؟ في كي. يبقى لازم كل دي ابعادها تكون تساوي ابعاد ال تي اس سالب 1. يبقى كي تساوي ال تي اس سالب 1 على ال تي اس سالب 2. نطير ال مع ال، تي اس سالب 1 على تي اس سالب 2 تطلع معايا تي. تبقى الإجابة د. يبقى 25 إجابتها د. السؤال رقم 26. إذا كانت اف هي القوة التي تؤثر على جسم ساكن كتلته ام لتصل سرعته إلى في، فإن الكميتين اف تي وام في. نشوف اف تي وام في. الاف مديها لي، يبقى انا هقول اف تي الاول ام ال تي اس سالب 2 في تي. ام ال تي اس سالب 2 في تي، تي طبعا اس 1، 1 ناقص 2 تبقى ام ال تي اس سالب 1. نشوف ابعاد ام في. الكتله ام والسرعه ال تي اس سالب 1، اذا صيغه ابعاد الطرفين متطابقه، يبقى لهما صيغتي ابعاد متساويتين، لهما نفس صيغه الابعاد، صح؟ الاجابه ب. السؤال رقم 27. السرعة النسبية لجسم يتحرك بسرعة V1 عندما يرصدها سائق قطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس بسرعة V2 تساوي V1 زائد V2 والكثافة النسبية. طبعا السرعة النسبية دي سرعة، يبقى دي ليها وحدة قياس عادي، لأن السرعة النسبية لا إما تساوي مجموع السرعتين أو طرح السرعتين، تفاصيلها مش مهمة. المهم ان طرحهم او جمعهم هيديني وحدة قياس ويبقى ليها صيغة ابعاد. انما الكثافة النسبية هي النسبة بين كثافة المادة على كثافة الماء. اي نسبة بين كميتين ليس لها وحدة قياس. يبقى تاني كده، السرعة النسبية تحسب من جمع او طرح السرعتين، اذا لها صيغة ابعاد ووحدة قياس. الكثافة النسبية تساوي كثافة
المادة على كثافة الماء. أي نسبة بين كميتين إذن ليس لها صيغة أبعاد ولا وحدة قياس. يبقى السرعة النسبية ليها، لكن الكثافة النسبية ملهاش، تبقى 27 الاختيار دي. 28 إذا كانت المعادلة x تساوي at تربيع تصف حركة جسم، وكانت الكمية x لها أبعاد الطول والكمية t لها أبعاد الزمن، فتكون صيغة أبعاد الزمن، فتكون صيغة أبعاد كل من الكميتين. تمام. طالما هو بيقول لي المعادلة دي صحيحة، يبقى لازم صيغة أبعاد الطرفين تكون متطابقة. طيب x تساوي at تربيع زائد bt. أبعاد الطول ال والايه مش عارفها. أبعاد الزمن t تربيع. البي مش عارفها في التي. يبقى لازم بما ان دي ال يبقى الحد ده كله ال، يبقى الحد ده برضو كله ال. يبقى انا لما اعمل تطابق هقول ان ال A t تربيع تساوي ال، يبقى ال A تساوي ال على t أس 2، تبقى ال دوت t أس سالب 2. تم بحمد الله الحصول على أبعاد ال. إنما البي تي يساوي ال، يبقى البي تساوي ال على التي، تبقى البي تساوي ال دوت تي أس سالب 1. يبقى البي ال دوت تي أس سالب 1 والاي ال دوت تي أس سالب 2، تبقى الإجابة ج. يبقى 28 إجابتها ج. 29 في تجربة لإيجاد سرعة الصوت V في الهواء باستخدام الأعمدة الهوائية، إذا علمت أن العلاقة بين تردد موجة الصوت في عمود الهواء F وطول عمود مش عارف إيه بيحكي القصة، فإن مقدار الثابت N باستخدام صيغة الأبعاد يساوي. طيب نفضي مكان الأول. بسم الله. الاف هو بيقول في السؤال ان الاف يساوي ربع في ال اس ان. هو بيقول في السؤال في تجربة لإيجاد سرعة الصوت في الهواء باستخدام الأعمدة الهوائية، إذا علمت أن العلاقة بين تردد الصوت، هو مدين العلاقة، إذا العلاقة دي صحيحة، يبقى لازم تكون صيغة أبعاد الطرفين تكون متطابقة. أبعاد الطرف الأيسر اللي هو تردد، طبعا كلنا عارفين إن التردد مقلوب الزمن الدوري، والزمن الدوري مقلوب التردد. فاللي أنا عايز أوصل له إن أبعاد التردد تي أس سالب 1. طبعا مفيش هنا ام تبقى أس صفر، مفيش ال تبقى أس صفر، مفيش التي تبقى أس سالب 1 يساوي. الربع ملوش أبعاد، مش هكتبه. السرعة أبعادها ال دوت تي أس سالب 1 في ال. هو عايز ال دي هتبقى أس كام؟ ال أس ان. طيب نشوف. طبعا ومفيش ام تبقى ام أس صفر. طيب السؤال هنا ام أس صفر وهنا ام أس صفر، خلاص. السؤال برضو التي أس سالب 1 والتي أس سالب 1، خلاص. هنا بقى الطرف الأيسر فيه ال أس صفر يساوي ال في طبعا ال أس 1 وال أس ان
تبقى ال أس ان زائد واحد. يبقى لازم ان زائد واحد تساوي صفر. إذا ان تساوي سالب واحد. ان تساوي سالب واحد تبقى إجابة السؤال رقم 29 تطلع باء. اللي مفهمش السؤال هعيده تاني، همسح الإجابة وأعيد السؤال رقم 29 تاني. في السؤال بيقول في تجربة لإيجاد سرعة الصوت في الهواء باستخدام الأعمدة الهوائية المغلقة، إذا علمت أن العلاقة بين تردد موجة الصوت في عمود الهواء F وطول عمود الهواء L هي كذا. دي العلاقة هي. العلاقة دي تبقى العلاقة دي ممكنة، فإن مقدار الثابت N باستخدام صيغة الأبعاد. لازم صيغة الأبعاد للطرفين تكون متطابقة. التردد مديني ان وحدة قياسه الهرتز تكافئ ثانية أس سالب واحد. فأنا هقول تاني F تساوي ربع في ال أس N. التردد ثانية أس سالب واحد، بس أنا هشتغل بصيغة الأبعاد. ثانية أس سالب واحد يبقى أبعادها تي أس سالب واحد. مفيش ام تبقى أس صفر، مفيش ال تبقى أس صفر. يبقى دي كده أبعاد الطرف الأيسر. الربع ملوش أبعاد. السرعة ال دوت تي أس سالب واحد في ال أس إن. عند ضرب الأساسات المتشابهة تجمع الأسس، يبقى تساوي دي برضو ال أس واحد زائد إن، عشان دي بواحد والواحد ما بيتكتبش، في أو دوت تي أس سالب واحد. لازم الأس بتاع ال هنا يساوي الأس بتاع ال هنا. الأس هنا صفر، يبقى صفر يساوي واحد زائد n. إذا ال n تساوي واحد، سالب واحد. n تساوي سالب واحد تبقى الإجابة باء. خطأ القياس وأنواع القياس. من أمثلة القياس المباشر كتلة جسم بواسطة الميزان، دي صح. مساحة غرفة بواسطة الشريط المتري لأ. حجم لأ. كثافة سائل بقياس كتلته وحجمه لأ. من أمثلة القياس غير المباشر يبقى أكتر من عملية قياس. أكتر من عملية قياس يبقى قياس حجم مكعب بواسطة قياس طوله، لأن أنا لما بقيس الطول لازم يكون عندي علاقة رياضية، فاللي فيه تعويض وفي علاقة رياضية هو القياس الغير مباشر. إنما كثافة سائل بواسطة الهيدروميتر لأ. طول شخص بواسطة الشريط المتري مرة واحدة. كتلة جسم بواسطة ميزان مرة واحدة. السؤال 32 تعيين حجم السائل كما هو موضح بالشكل يعتبر من عمليات القياس طبعا المباشر. قياس واحد، عملية قياس واحدة. الشكل يوضح أميتر لا يمر به تيار، فإن الشكل لا يمر به تيار والمؤشر بعد، مش عند الصفر، عند الشرطة الثانية. فلما يمر فيه تيار 3 أمبير لازم يكون بعد الثلاثة بشرطتين. تبقى الاختيار جيم. يبقى 33 إجابتها جيم. السؤال رقم 34 أي من الطرق الآتية تمثل الطريقة الصحيحة؟ لابد أن يكون خط الرؤية عموديا على التدريج. السؤال 35 عند قياس شدة التيار في دائرة كهربية كانت الشدة المتوقعة 2.5 أمبير. يبقى لازم الجهاز يكون تدريجه بالأمبير. ملي أمبير طبعا، ملي أمبير طبعا مش هينفع. وطبعا هو 2.5، ما ينفعش أجيب جهاز بيقيس لغاية 400، مش هيحس بال2.5 أصلا. طيب أكتر واحد دقة
طبعا الاختيار جيم. ليه مش هينفع باء؟ عشان الاختيار باء بيقيس لغاية 40. المؤشر هيقف فين؟ عند يعني مفيش تدريج هنا. يعني هنا كده 5 وهنا 2.5، فالقراءة هتكون أقل دقة. فلو كنت عايز أكثر دقة طبعا 2.5، فالمؤشر بالظبط هيقف هنا، هيبقى واضح إن هو واقف في النص ما بين الاتنين والتلاتة. تبقى الإجابة جيم صح. حل المقال بسرعة. هل الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة كيلو جرام متر أس سالب 3 أساسية أم مشتقة؟ طبعا مشتقة. ليه؟ لأنها تعرف بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية، وهي كيلو جرام دي الكتلة والمتر ده والطول. يبقى لأنها تعرف بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية اللي هي الطول والكتلة. رتب تنازليا. لما أجي أرتب لازم يكون كلهم ليهم نفس وحدة القياس. يعني ما ينفعش إن أنا أرتب بنفس الشكل كده. نخليهم كلهم مثلا بوحدة الجرام. دي بالجرام، أهلا أهلا وسهلا. طيب 32 من 1000 كيلو يبقى في 10 أس 3، تطلع معايا 32 جرام. طيب تالت اختيار 2.7 في 10 أس 5، دي بالملي جرام، يبقى أنا هضرب في 10 أس سالب 3، تطلع معايا بإذن الله كده 270 جرام. طيب 4.1 في 10 أس سالب 8 في جيجا، يبقى 10 أس 9، تطلع معايا 41 جرام. طيب رقم 5 2.7 في 10 أس 8 في مايكرو 10 أس سالب 6، طلعت معانا بفضل الله 270 جرام. تنازليا يعني من الكبير للصغير. تنازليا يعني من الكبير للصغير. ماشي، يبقى أكبر واحدة إيه ده؟ 3 = 5. يبقى 3 = 5. ماشي، خلصنا من 5 و3. بعدين 41 أكبر من 32، يبقى أكبر من 4، أكبر من 2، أكبر من 1. عايزة دقة. ماشي. لماذا تستخدم سبيكة البلاتين في صناعة المتر العياري؟ والله عشان 3 حاجات: يتميز بالصلابة، ولا يتفاعل مع الوسط المحيط، ولا يتأثر كثيرا بتغير درجة الحرارة. يبقى أنا هكتب ال3 حاجات دول. يبقى لماذا تستخدم سبيكة البلاتين والإريديوم؟ لأنه يتميز بالصلابة، لا يتفاعل مع الوسط المحيط، ولا يتأثر كثيرا بتغير درجة الحرارة. ما مدى صحة العبارة التالية مع التفسير؟ تستخدم صيغة الأبعاد لإثبات خطأ القوانين، بينما لا تكفي لإثبات صحتها. طيب الأول نقسم السؤال جزئين. تكفي لإثبات خطأ القوانين، هقول له لأنه في حالة عدم تطابق صيغة أبعاد الطرفين، فهذا يؤكد أن المعادلة غير ممكنة فيزيائيا. ده في حالة عدم تطابق. وفي حالة تطابق أبعاد الطرفين فلا تكفي لإثبات صحتها، لأن القانون
قد يحتوي على ثابت عددي يخل بصحة هذا القانون. ماشي، يبقى صيغة الأبعاد تكفي لإثبات خطأ القوانين ولا تكفي لإثبات صحتها. السؤال رقم 5. وضع أينشتاين معادلته الشهيرة E تساوي MC تربيع، حيث C سرعة الضوء وكتلة المادة M وE الطاقة المكافئة للكتلة. استخدم هذه المعادلة لاستنتاج وحدة قياس الطاقة. الطاقة اللي هي E وحدة قياسها تساوي وحدة قياس الكتلة كيلو جرام، وحدة قياس السرعة متر على الثانية. يبقى لما تبقى سرعة تربيع تبقى متر تربيع على الثانية تربيع. استنتج صيغة أبعاد القوة. بما إن هو لا قايل القوة تساوي كتلة في عجلة، يبقى الكتلة ام والعجلة ال تي أس سالب 2. أعتقد كلنا حفظنا دول. الضغط قوة على مساحة، يبقى الضغط ام ال تي أس سالب 2 على المساحة ال تربيع. ال تربيع تطلع فوق تبقى تي ال أس سالب 1، تبقى ام ال أس سالب 1 تي أس سالب 2. ماشي. الشغل بيقول لي قوة في إزاحة، يبقى ام ال تي أس سالب 2 في إزاحة اللي هي ال، تبقى ام ال تربيع تي أس سالب 2. أعتقد أسئلة سهلة. اختبر مدى صحة القوانين باستخدام صيغة الأبعاد. طبعا اختبرنا دي كذا مرة. الشغل الشغل طبعا أبعاده ام ال تربيع تي أس سالب 2، والنص ملوش أبعاد، والام أبعادها ام، ومربع السرعة ال تربيع تي أس سالب 2. يبقى دي ممكنة. القوة ام ال تي أس سالب 2، والكتلة ام، والحجم يطلع فوق ال أس سالب 3. يبقى دي خطأ. الفوليوم ال أس 3، 4 على 3 ملهاش، الباي ملهاش، ار تكعيب ال أس 3 يبقى ممكنة. المساحة ال تربيع ال تكعيب يبقى خطأ. ماشي. اكتب الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام المسطرة المترية في قياس طول جسم ما. أن يكون طول الجسم مناسب لطول المسطرة. النظر إلى التدريج عموديا. الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام الميزان. أن تكون الكتلة المراد قياسها مناسبة للميزان. أن يوضع داخل صندوق زجاجي. ماشي. عند قياس الطلاب كتلة قطعة من الحديد في معمل الفيزياء، طلب منهم المعلم إجراء عملية القياس عدة مرات وحساب المتوسط، طبعا لتقليل نسبة الخطأ في القياس. يفضل إجراء عملية القياس أكثر من مرة ثم حساب المتوسط. المتوسط اللي هو شوف عملنا كام قراءة ونقسم على عددهم، نجمع القراءات ونقسم على عددهم. أسئلة المستويات العليا. أول سؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا علمت أن نصف قطر كوكب زحل، يعني الآر تساوي نصف القطر رمزه آر 5، 85% في 10
أس 7 متر، وكتلته M تساوي 5.68 في 10 أس 26 كيلو جرام. فإن متوسط كثافة مادة الكوكب، يبقى الكثافة تساوي كتلة على حجم، ده مبدئيا. طيب الكتلة في السؤال 5.68 في 10 أس 26 على الحجم. حجم الكرة هو بيقول في السؤال 4/3 في باي ب22/7 في ار تكعيب. الار مديهالي فوق 5.85 في 10 أس 7. نحسب بالآلة، يبقى 5.68 في 10 أس 26 على نفت 4/3 في 22/7 في نفتح قوس 5.85 في 10 أس 7. نقفل القوس. كل ده يا جماعة تكعيب. طلعت معانا تساوي 677.044. طبعا الوحدة دولية كيلو جرام عشان الكتلة بالكيلو جرام على متر تكعيب. هو في السؤال عايزها بوحدة سنتي جرام لكل سنتيمتر مكعب. طبعا كنا خدنا قبل كده، نقولها لوحدها، من كيلو جرام على متر تكعيب إلى جرام على سنتيمتر تكعيب. كيلو جرام في 10 أس 3، متر تكعيب لسنتيمتر تكعيب في 10 أس 6. اختصار دول هتبقى أس 3 على أس 6، يبقى 10 أس-3. فأنا لما أضرب دي من الآخر في 10 أس-3 تبقى 0.677 جرام لكل سنتيمتر تكعيب. تبقى الإجابة د 677 من 1000 جرام لكل سنتيمتر مكعب. ده أول سؤال. السؤال رقم 2، الشكل المقابل يوضح مخباران متماثلان 1 و2. يحتوي المخبار 1 على كمية معينة من الماء، ويحتوي المخبار 2 على نفس كمية الماء بالإضافة إلى 10 كرات. طيب حجم الماء لوحده كان 30، حجم الماء بالكرات أصبح 70، يبقى فوليوم كرات بس 70 أشيل منهم 30 تبقى 40. الوحدة سنتيمتر تكعيب طبعا. طيب كتلة الكرة الواحدة 10 جرام، يبقى كتلة ال10 كرات، 10 كرات 10 جرام تبقى 100 جرام. هو عايز برضو الكثافة تساوي كتلة على حجم. والله لو عايز أحول دي في الأول مفيش مشكلة، عايز أحول في الآخر برضو مفيش مشكلة. 100 على الحجم 40، 100 على 40 تطلع معانا 2.5. 2.5 جرام، 2.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب. احنا حالا استنتجنا في السؤال اللي فات من كيلو جرام على متر تكعيب للجرام على سنتيمتر تكعيب في 10 أس-3. يبقى لو العكس في 10 أس-3 تطلع معايا 2500 كيلو جرام لكل متر مكعب. تبقى الإجابة 2500. تبقى الإجابة إيه؟ 25 في 10 أس 2. تبقى الإجابة ج. السؤال رقم 3، صيغة الأبعاد
ام ال تي اس سالب واحد هي للكمية الفيزيائية التي وحدة قياسها. طيب ام ال تي اس سالب واحد بيقول لي في السؤال نيوتن كيلو جرام متر ثانية أس سالب 2. نشوف الاختيارات أفضل بدل ما نحاول إحنا نوصل. الاختيارات توصلنا. النيوتن بيقول لي كيلو جرام متر ثانية أس سالب 2، فأنا لو هشتغل بوحدة بصيغة الأبعاد تبقى ام ال تي أس سالب 2 في ده النيوتن. أنا كتبت كده النيوتن في متر اللي هو ال، تبقى ام ال تربيع تي اس سالب 2. هل دي شبه دي؟ غلط. طيب نشوف باقي. جول ام ال تربيع تي اس سالب 2. طبعا في متر سالب واحد يعني ال اس سالب واحد، تبقى ام ال تي اس سالب 2. برضه غلط. نيوتن في ثانية. نيوتن ام ال تي اس سالب 2 في تي أس واحد، تبقى ام ال تي أس سالب واحد. صح. مش لازم نكمل الباقي، تبقى جيم. السؤال رقم 4. مستعينا بالجدول المقابل، ما هي وحدة قياس الكمية التي تساوي حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه؟ يبقى البي في الفوليوم، الضغط في الحجم. الضغط بيقول لي باسكال، هو عايز وحدة القياس. ماشي. الضغط فين؟ الضغط باسكال اللي هو نيوتن على متر تربيع. هو كاتب كده نيوتن على متر تربيع. في الحجم اللي هو مش هيديهولي بقى متر تكعيب، طبعا متر تكعيب على متر تربيع تبقى نيوتن في متر. نيوتن في متر. مين هي النيوتن في متر؟ جول. جول. يبقى وحدة القياس بتاعت الكمية اللي بتيجي من ضرب الحجم في الضغط نيوتن في متر اللي هي جول. السؤال رقم 4. السؤال رقم 5. إذا علمت أن قانون الجذب العام لنيوتن يعطى من العلاقة بيحكي قصة، عايز وحدة قياس الجي. طيب الاف تساوي جي كابيتال ام سمول على ار تربيع. عايزين جي لوحدها في طرف، اي حاجه ملهاش مقام مقامها واحد. يبقى الجي تساوي اف ار تربيع على ام تساوي. احنا نجيب صيغه الابعاد وبعدين نجيب وحده القياس. القوه مديها لي ام ال تي اس سالب 2. الار دي نصف قطر يعني طول يعني ال تربيع، والكتله ام في ام. نختصر ام تروح مع الام، وال في ال تربيع تبقى ال اس 3، والام تطلع فوق تبقى ام اس سالب 1 ال اس 3 تي اس سالب 2. يبقى وحدة القياس كيلو جرام اس سالب 1 متر اس 3 ثانية اس سالب 2. تبقى الإجابة جيم. السؤال رقم 6. إذا كانت قوة الشد في أحد أوتار آلة موسيقية هي اف تي، وكتلة وحدة الأطوال من الوتر هي ميو، الحرف ده ينطق ميو، وسرعة الموجة المنتشرة هي في، فأي المعادلات التالية من الممكن أن تكون صحيحة؟ احنا نمسك كل معادلة ونشوف هي صح ولا غلط لغاية ما نوصل للصح إن شاء الله. بسم الله. طبعا أبعاد الطرف الأيسر فيهم كلهم سرعة
يعني ال دوت تي أس سالب واحد. نشوف اف تي، اف قوة مديهالي ام ال تي أس سالب اتنين على جذر ميو. كتلة وحدة الأطوال. كتلة وحدة الأطوال دي يعني الميو كتلة على طول. كتلة على طول. يبقى ام على ال يعني ام ال أس سالب واحد. ام ال أس سالب واحد. طبعا استحالة تطلع ال دوت تي أس سالب واحد، بس خلينا نكملها. يبقى ام ال تي أس سالب اتنين على، طبعا جذر ام أس نص. جذر ال أس سالب واحد تبقى ال أس سالب نص. ام على ام أس نص تبقى ام أس نص، عشان واحد ناقص نص، دوت ال أس واحد ونص دوت تي أس سالب اتنين. طبعا غلط. اف تربيع ام ال تي لما ربعها تبقى ام تربيع ال تربيع تي أس سالب أربعة في ميو اللي هي ام على ال. فاللي هيحصل إن ال تروح مع التربيع، وام تربيع في ام تبقى ام أس تلاتة ال في تي أس سالب أربعة. برضه غلط. الاختيار ج، جذر ام ال تي أس سالب اتنين ميو ام ال أس سالب واحد. الام تروح مع الام يبقى جذر، والال سالب واحد تطلع فوق تبقى ال أس اتنين تي أس سالب اتنين. جذر ال تربيع بال، جذر تي أس سالب اتنين بتي أس سالب واحد. تبقى العلاقة هي دي الصح. طبعا لو جربت دال هلاقيها غلط. السؤال رقم 7. الجدول المقابل يوضح صيغة أبعاد الكميات الفيزيائية x y z k. أي المعادلات الآتية من الممكن أن تكون صحيحة؟ يلا نشوف. لازم أبعاد كل الحدود تكون متشابهة. هل دول متشابهين؟ يبقى دول غلط. طيب x تساوي y صح. x تساوي y غلط، لأن x مش هتساوي y، ما ينفعش. لازم دي تكون شبه دي. x ام ال تي اس سالب اتنين. طب يلا نضرب واي زد كي. طبعا اكيد لو ضربت واي زد كي برضه غلط، يعني مش من غير ما نحسب. شوف بقى الاختيار د. اكس ال دوت تي اس سالب واحد دي اكس. اكس لا، هو بيقول في السؤال ان الاكس ام ال تي اس سالب اتنين. طيب نشوف دي كده اكس. نشوف واي زد. واي زد فين واي؟ واي ال تي اس سالب اتنين. واي زد، واي زد اللي هي ام، يعني ام ال تي اس سالب اتنين. يبقى دي كده صح. يبقى اكس تساوي واي زد. طب نشوف كي. كي ام ال تي اس سالب اتنين. طب ما هي زيهم، يبقى هي دي اللي صح. السؤال رقم 8. إذا كانت صيغة أبعاد كل من الكميتين الفيزيائيتين x و y هي ال بتي أس سالب واحد، وصيغة أبعاد الكمية z هي ال تي أس سالب اتنين، وصيغة أبعاد الكمية k هي ال، استخدم هذه الكميات لتكوين معادلة. حتى تكون المعادلة ممكنة لابد أن تكون أبعاد الطرفين متطابقة. طيب ال دي اللي هي كي. ماشي، نعمل ايه؟
يعني نكتب كده الأول الإكس تساوي الواي تساوي ال دوت تي أس سالب واحد، والزد ال دوت تي أس سالب اتنين، والكي تساوي ال. والله أنا ممكن أكتب إحدى المعادلات، يعني ممكن أي حد يكتب أي معادلة. ممكن إكس واي تساوي زد كي. نجرب. إكس ال دوت تي أس سالب واحد، ال دوت تي أس سالب واحد، واي ال دوت تي أس سالب واحد، يبقى ال تربيع تي أس سالب اتنين. دي كده إكس واي. زد كي، زد ال دوت تي أس سالب اتنين في كي اللي هي ال، يبقى برضو ال تربيع دوت تي أس سالب اتنين. يبقى دي معادلة صحيحة بناء على صيغة الأبعاد. انتظروا الامتحان بإذن الله، وأتمنى أن الكل المرة دي يقفل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.